يا مساء النور عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم كالعادة يا سادة غنتشارك معكم واحد الطبق ساهل ماهل ديال هاد الصيف، ديال هاد الحرارة، ديال بنادم عيان ما قاد يدير والو. غنشارك معكم كفيتة بلا صوص مع سلطة بالمعكرونة باردة. طبق خفيف في هاد الجو، كنتمنى يعجبكم. انا درتو العشاء، جاني خفيف وجاني لذيذ وجاني سهل، هذا هو الاساس، الراحه ثم الراحه. على بركه الله. اول حاجه غناخد 3 المطيشات ونص بصيله او بصيله صغيره، قطعتهم في الكوكوط، غنقطعهم وغنضيف عليهم الماء وغنسد عليهم في الكوكوط. الا بغيتو تزيدوا الثوم تقدروا تزيدوا فصوص من الثوم في لاصوص، يعني تزيدوهم مع هاد البصله ومطيشه، تضيفوهم هنا في الكوكوط وتسدوا عليهم باش بهاد الطريقه توجدوا لاصوص. ما بغيتوش يعني ما كيعجبكمش مذاق الثوم او رائحه الثوم، فلكم لكم الاختيار، بغيتو ديروه هي هذيك، ما بغيتوش نتوما حرين تقدروا تتفاداوهم، ماشي ضروري. غنسد عليهم هنا، غنضيف الماء وغنسد عليهم في كوكوط وغندير الصفاره وغنخليهم كيوجدوا حدايا بين ما وجدت الكفيته ديالي. باش منين وجد الكفيته تكون لاصوص وجدات، غير نطحنها ونضيف لها الكويرات ديال الكفته. انا فحال هاد الوصفات كينفعوني وكيعتقوني في المواقف الصعبه، هكا ملي كنكون داخله معطله او ما قاداش على الطياب كينفعوني. هنا حدا لاصوص، يعني فين كتوجد لاصوص غناخد كاسرول غندير فيها الماء ومليحه ونخليها تغلى باش هي اللي نسلق فيها لي باد اللي غنصيبوا بها السلطه. كنتمنى ما تكونش الاضاءه مديرونجياكم. هنا زدت المليحه اللي قلت لكم في الماء وغنخلي هذاك الماء يغلى مزيان باش نضيف فيه لي باد كما قلت لكم. بالنسبه لي باد اي نوع، هنا باش نوجد باش غادي نخدم، غنقطع اول حاجه القزبر ومعدنوس، قطعوهم هكا وحطوهم حداكم. الصراحه القزبر ومعدنوس في الفيديوهات ديالي كاملين غتلاحظوا انني ما كنبغي نطيب عاد كنقطعهم، لانه انا كنحاول نتفادى بحال هادشي في الثلاجه، ما كنقدرش، ما كتجيني الريحه ديالو ما كتبقاش الا قطعته وخدا مده طويله في الفريغو، بحال الا الريحه ديالو كتنقص او الجهد ديالو كينقص. فكنتفادى، كنحاول ناخذ كميه صغيره نغسلها ونخليها حدايا او نديرها في الماء. الا بغيتو نشارك معكم الطريقه من بعد، ونبقى فين ما نحتاج ناخذ ونقطع يكون طري، وحتى الريحه ديالو كتحسوا بها في الاكل، غير كتضيفوه للماكله كتحسوا بواحد الريحه طلعات، واحد النسمه، ماشي فحال الا جبدناه من الفريغو واستعملناه ما كتحس بوالو. هنا خديت هاد الكميه ديال الكفته، غادي نعمل فيها التوابل. بالنسبه للتوابل نتوما حرين، عندي انا استعملت فيه هنا الكركم، خرقوم بلدي، غنستعمل فيها تقريبا التوابل الكلاسيكيه. هنا درت شويه ديال التوابل ديال الكفته، تقدروا تستغناو عليهم، تقدروا ديروا فيها توابل المشاوي، توابل اللي يعجبكم نتوما حرين. شويه ديال البابريكا تحميره، غنزيد شويه ديال الفلفل الاسود الابزار، شويه ديال سكينجبير، ما تبقى اللي بغيتو تزيدوا زيدوا، اللي كتعجبوا شي نسمه الزعتر، ورق سيدنا موسى، اي حاجه نتوما حرين في الاضافه ديالها، كل والذوق ديالو. الطبخ ما فيهش ورقه وقلم، اللي يحب شي حاجه يعملها. هنا خديت شويه من القزبر ومعدنوس اللي قطعت قبل، وغادي نخلط مزيان، غندمج مزيان هذيك العطريه في ديك الكفيته ديالي حتى تدخل مزيان، ما تبقاش بلاصه واصله التوابل بلاصه لا. دابا قبل ما غنحل على لاصوص غندير 3 ديال البيضات، 3 4 شوفوا لكم الاختيار.
انا كنعطي الطريقه فقط نديرهم يتسلقوا. هنا غناخذ لي باط، انا غنستعمل الفيس، غنستعمل هاد النوع. بالنسبه لي انا هذه هي الكميه اللي غنستعمل، بالنسبه لكم يمكن لكم تضيفوا اكثر. من بعد ما الماء كما كتشوفوا غلا ولا غليان، غنضيف فيه لي باط ونخليها تسلق. من بعد غنحلو على لاصوص باش نطحنوا هذيك البصيله ومطيشه، يطحنوا مزيان حتى يعطيونا صوص، ونديروا فيهم كويرات الكفته اللي وجدنا قبل. هنا لقيت مطيشه والبصيله طابو، يعني خصهم غير يطحنوا، مازال فيهم الميها ديالهم، خص غير يطحنوا. انا كنستعمل هذا البراميكسور هذا، هو اللي كينفعني عوض ما نبقى نوسخ بزاف الهاشوار ولا مولينيكس ولا. بالنسبه لي هذا عملي بزاف. وهنا كما كتشوفوا لاصوص ديالي وجدات خاطره ما شاء الله. غنضيف ليها حتى هي نفس التوابل اللي ضفت في الكفته، نفس التوابل. كما الا شفتوا معايا الكفته ما درتش فيها الملحه، لانه ما كنبغيش المذاق ديال الملحه في اللحم، كنبغي نخلي لها المذاق ديالها معطر. ولاصوص راه غتكون فيها الملحه والزيتون والحامض، فبطبيعه الحال راه غادي تطلق الملوحه ديالها حتى هي. درت فيها خويط ديال زيت العود، زيت الزيتون، درت تحميره، غندير الابزار، السكينجبير، الخرقوم بلدي، وغندير مليحه، وغادي ندير الكمون. انا كيعجبني فيها مذاق الكمون، ما كيجيش باين ولكن كيعطي فيه واحد المذاق زوين. شويه ديال الكمون، بما ان الكفته درت فيها توابل الكفته، ففي لاصوص غندير شويه ديال الكمون، وغنشعل عليها حتى تبدا تغلي مزيان، لان هي باقا سخونه. تبدا تغلي وتجانس فيها، تذوب فيها ديك العطريه وديك الزويته. وغادي نزيد عليها كرات الكفته ديالي مع شويه ديال القزبر ومعدنوس صافي، ونسد عليها. ما غنزيد فيها لا ماء لا والو، لان هاد لاصوص غادي طيب الكفيته. غير طبعا خص تكون العافيه مهيله، ونحسوا بها طابت نحلوا عليها. بالنسبه للزيتون او الحامض مصير، ما كنضيفهمش دابا حتى للاخير باش ما يطلقوش ديك الملوحه ديالهم بزاف وديك الحموضه. دابا ملي سدينا على الكفته غادي ندوزو باش نقادو لي باط. خديت لي باط هنايا كما كتشوفوا، غادي نصفيها ونخليها كتستقطر. من بعد خديت خدوا اي بول عندكم، بينيو، بول، مول، اي حاجه، غنضيف فيها لي باط. من بعد عندي ملحه، الابزار، الكمون، البيض اللي سلقت غادي نحكو حتى هو، المايونيز، المايس والطون. هادشي اللي كنحتاجو، وضروري واحد الخويط ديال زويته بلديه. غنحك هاد البيضات اللي سلقت، غنحك غير جوج هكا في الحكاكه، اي حكاكه، ولا تقدروا تقطعوهم غير بالموس في القطاعه مزيان، حتى تقطعوهم تقطيعات صغار وتضيفوهم. الصراحه هاد لي بات كتعطي واحد المذاق لذيذ. بالنسبه لي انا، الاراء تختلف طبعا، احسن بكثير من لي بات بصوص بيشاميل او بصوص طوماط بالنسبه لي. هنا من بعد ما حكيت البيض غادي نضيف الملحه حسب الخليط، يعني التوابل ولا على حساب الكميه اللي عندكم. خويط ديال الزويته بلديه، انا كيحمقني زيت الزيتون، كيعجبني في الاكل، كتعجبني المذاق ديالو، ما كنبغيش المذاق ديالو يغبر. وكنستغرب الناس اللي ما كيعجبهمش. الاراء تختلف والاذواق تختلف ولا تناقش طبعا. من بعد غنزيد شويه ديال الفلفل الاسود، الابزار، وغنزيد الكمون. هادو هما التوابل اللي كيضافوا، الكمون، فلفل اسود
والملحة. غنضيف المايس. عافاكم بغيت غير ننبهكم لهاد البواطات المايس أو الطون من الأحسن يتغسلوا قبل ما يتفتحوا. بالنسبة للمايس خديته صفيته حتى هو وغسلته من داك الماء ديالو وغادي نضيفه. من بعد غادي نضيف المايونيز. المايونيز انا تقريبا كنستعمل هاد القريعه الصغيره كامله لانها كيعجبني المذاق ديالها وفي نفس الوقت كتجمع. هي اللي كتعطي واحد التعليكه لهذيك لي باط. غادي نضيف من بعد المايونيز غنضيف طون، اي طون عندكم، اي نوع طون حبيتوه تستعملوه استعملوه، حتى هو من الاحسن يتغسل من الفوق. غنضيف الطون هاد الحك الصغير الكميه اللي بغيتو طبعا ماشي ضروري. وغادي نخلط مزيان هاد المكونات مزيان حتى تتجانس مع بعضياتها وتدخل مزيان في ديك لي باط نحس بها التعلكات. وغنزيد شويه من هاد صوص فروماج حتى هي كيعجبني المذاق ديالها. يمكن لكم تعوضوها تحكوا الفرماج احمر. انا كنحك فرماج احمر ولكن دابا متوفرش عندي استعملتها هي هكا غير معلقه كبيره ولا 2 معالق كافيين. وغادي نعاود نخلط عاود مع شويه ديال القزبر ومعدنوس نخلطو حتى هو ونجانس هذاك الخليط مزيان يتخلط. وها هي وجدات كتجي لذيذه لذيذه لذيذه. عرفت واحد الرويحه طالعه راه ميمكنش. هنا ها هي وجدات ما شاء الله. كتقدموها باردة. أنا بالنسبة ليا هي في حد ذاتها طبق، هي في حد ذاتها ما تحتاجو ترافقوها بوالو. ما شاء الله كتجي لذيذة كيجي فيها واحد التعليكة زوينة. المذاق ديال القزبر ومعدنوس فروماج البيض كتجي لذيذة. هنا غادي نحلو على الكفيتة ديالنا. دابا طابت غنحل غنضيف عليها زيتون حمر. الحامض غنخليه هو الاخر لانه كيطلق واحد المذاق شويه ديال الحموضه ما كتعجبنيش فكنخليه هو الاخر. هنا كما كتشوفوا ما ضفت لها لا ماء لا والو غير الماء مطيشه. ما شاء الله كتجي لذيذه بزاف كتجي معلكه. دابا غنضيف الزيتون. انا كنفضل الزيتون حمر. نتوما لكم الحق تختاروا اي حاجه. غنضيف زيتون حمر وغادي نسد عليها ونخليها حتى ديك لاصوص تعقاد وتختار وتجي زوينه تجي شاده في راسها. وعاد نقدمو. وقد ما الطياب عطيتوه الوقت وعطيتوه الخاطر بالمهل خصها العافيه تكون مهيله. قد ما كيطلق ديك المويه ديالو ما كتحتاجوش تبقاو كل مره ترويه وكل مره بسهوله وكيجي لذيذ وكيجي خاطر. هنا ضفت الملحه لانه ما كنتش دايرها قبل. ونعاود نشعل عليه ونخلي ديك المريقه تختار. نخلي ديك لاصوص حتى تختار على خاطرها. ما كنضيف ليها لا طماطم مركزه لا مطيشه الحك لا حتى شي حاجه. ومن بعد ما تعقد وتختار تقدموا هذيك الساعه في اطباق وبالصحه والراحه. كنتمنى تجربوها. سهله ولذيذه بالصحه والراحه. الاضاءه ما عطاتش الطبق حقه.